إخوان اللي التحقوا بنا كبسوا، الله يجازيكم. سيكون نقاش مفتوح، اللي حاب يطلع يناقش معنا مرحبا. الاحترام. كما قلنا الجزائر تحتاج شراكات اقتصادية وعسكرية من تركيا، ولهذا فهي لا تنتقد تركيا لأنها شريك. أما بالنسبة للمغرب فهو هذيك الضرة بالنسبة للجزائر. يعني تركيا مثلا كما قلنا شريك مهم في الاستثمار والصناعة. يعني من نشوف الخطابات السياسية في الخطاب السياسي يتم التركيز على ما يخدم السردية الداخلية، يعني ما يخدم الداخل الجزائري. هذه هي السياسة الجزائرية. يعني في الشعارات نحن مع فلسطين ظالمة ومظلومة، ولكن عندما يتعلق الأمر بالسياسة وعندما يتعلق الأمر كما كنقولوا بالمعقول، فهنا كيولي حاجة واحدة أخرى. نحن مع يعني الجزائر هي مع التطبيع ومع المطبعين. يعني تنقذ المغرب ولها يعني عندما نشوف تطبيع تركيا مع إسرائيل وهو قديم ومعقد، يعني بينما تطبيع المغرب حديث ومرتبط بملف حساس الصحراء، لذلك يستخدم سياسيا. ربما هناك أفق أو ربما هناك الجزائر ترى في أن هناك أمور واحدة أخرى. يعني هو ليس جهلا أو غباء كما يعني عندما نشوفوا خطابات الرئيس عبد المجيد تبون، عندما يكون خطابات لعبد المجيد تبون نرى بأن الأمور أن مع فلسطين ظالمة ومظلومة، ولكن في الواقع كنشوفوا حاجة واحدة أخرى. بالنسبة لما نشوفوا الجزائر كتكلم على السيادة من زاوية حقيقية وازدواجية، الخطاب استخدام مبدأ مناهضات للتطبيع بشكل انتقائي. عندما نرى القضية الخارجية داخليا فهي توظف مثل ملف المغرب لكسب دعم شعبي. النظام يريد دعم شعبي، ولهذا يستخدم الداخل ويستخدم الشعارات. فعندما تختلف المواقف حسب الطرف وليس حسب المبدأ، يعني هذا النمط ليس يعني الجزائر فقط ترى ما تراه مناسبا لها، فقط ترى ما تراه مناسبا لها وليس ما يخدم مصلحة الشعب الجزائري. لا، هي ترى ما يراه النظام على أنه يناسبه، ولهذا فالمغرب دائما شوكة في ظهر الجزائر. عندما نرى أن الرئيس الجزائري يطير في زيارة ويقال عليها زيارة رسمية حسب ما كتبت وكالة الأنباء الجزائرية على أنها زيارة رسمية، وهي مفاجئة أو يعني زيارة غير معلنة. فلماذا؟ يعني زيارة غير معلنة يقوم بها الرئيس الجزائري إلى تركيا ويستقبل من طرف رجل طيب رجب أردوغان. هنا كتفتح باب واسعة لطرح سؤال قديم متجدد: هل تمارس الجزائر سياسة مبدأ فعلا أم أنها
توظف الشعارات بشكل يخدم صراعها الإقليمي مع المغرب. أولا الزيارة المفاجئة دبلوماسيا أم إدار عن الزيارة ليس تفصيليا بسيطا. في العادة الزيارات يعني غير المعلنة هي تعكس إما حساسية الملف اقتصاديا عسكريا أو تنسيقيا إقليميا. ونحن نعرف الجزائر حاليا كاين صراعين، لديها صراعين، صراع قديم متجدد مع المغرب وهو هذا يعني معروف، الجديد مع مالي. الجزائر معروفة بأنها كتدعم حركة الأزواد. ربما يكون هذه الزيارة مفاجئة، ربما الجزائر حست بالخطر، ربما الجزائر حست بأن هناك دولة ثالثة تلعب في خلفية الجزائر أو في ظهر الجزائر، ولهذا تبون طار على الفور وفي زيارة مفاجئة إلى أردوغان. الإخوة اللي حاب يناقش معنا الأمر يتفضل، فمرحبا. قلنا بالاحترام. يعني هنا يظهر التناقض، كيف يمكن للنظام يرفع سقف الخطاب ضد التطبيع أن يتحرك بهدوء نحو دولة ترتبط بعلاقات طويلة ومعقدة مع إسرائيل. يعني الجزائر تقدم نفسها كدولة ذات موقف ثابت ضد التطبيع، لكن لما نشوف السلوك الجزائري والفعل نجد أنه هناك هجوم حاد ومتكرر على المغرب بسبب علاقاتها مع إسرائيل، مقابل الصمت أو مرونة تجاه دول مثل تركيا ومصر. يعني هذا لا يمكن تفسيره إلا بقاعدة واحدة: الموقف ليس مبدئيا بل مرتبط بطبيعة العلاقات السياسية مع الطرف المعني. يعني بالأوضح أو أوضح أن التطبيع يدان عندما يصدر من خصم ويتجاهل عندما يصدر عن شريك. وعندما نربط هذا بملف المغرب، يعني ملف الصحراء المفتوح أو المفاتح الحقيقية لفهم هذه الازدواجية، لا بد من العودة إلى القضية المركزية وهي الصحراء الغربية المغربية. فالجزائر تدعم جبهة البوليساريو وهذا معروف ومعلن، وتدفع نحو قيام كيان مستقل، والمغرب يعتبر الصحراء جزء من سيادته الوطنية في هذا السياق. يعني تطبيع المغرب مع إسرائيل يستخدم كورقة ضغط سياسية وأخلاقية، والهدف ليس التطبيع بحد ذاته بل إضعاف صورة المغرب دوليا. إذن القضية ليس يعني ليس موقف من إسرائيل بقدر ما هي إدارة ضمن صراع جيوسياسي على النفوذ والحدود. وعندما نلقي نظرة على تركيا، لماذا تركيا تحديدا؟ ولماذا اختارت تركيا؟ ولماذا تركيا ليس كباقي أو تركيا ليس هي عشوائيا اختارها تبون هكذا؟ لأن شريك اقتصادي مهم للجزائر، لاعب إقليمي مؤثر في إفريقيا والمتوسط، يمتلك علاقات مع مختلف الأطراف بما فيها إسرائيل، وبالتالي الجزائر تتعامل هنا بمنطق نختلف في الشعارات لكن نتعاون في المصالح.
وهذا يعمق صورة الازدواجية، لأن الخطاب الداخلي لا يعكس سلوك الخارجي، والمواطن يخاطب بلغة بينما تدار الدولة بلغة واحدة أخرى. عندما نرى ونباشر في نهج تبون يمكن نرى بأن هناك نقد حقيقي وقوي لسياسة عبد المجيد تبون في عدة نقط. يعني أولها وهي ازدواجية الخطاب، رفع شعارات ميدانيا ومبدئيا لرفض التطبيع دون الالتزام بهذا بشكل يعني متسق. نستقبل الضيوف. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. يا سيدي واش مازال عمي تبون ندير فيكم حالة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. عمي تبون المشكل ديال عمي تبون اولا اعطينا تفضل، اعطينا المداخله ديالك. راني نسمع، حبيت نفهم الساعة كيفاش لحقت النتيجة هذه، إذا كانت كيفاش، لأن هذه الزيارة مفاجئة إلى تركيا. يعني كيف حبيت نقراها أنا ويقراها المشاهد؟